الرحمن الرحيم. ازيكم يا وزويز؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعضنا كيكه باللبن، مش برتقال. بحب اعملها برتقال بس ما عنديش برتقال، اعملها باللبن النهارده. ده نص كوبايه زيت ومعلقه سمنه بلدي، او لو عندك زبده ممكن تحطي مكعب زبده، وفانيليا، كوبايه الا ربع سكر. ما بكترش السكر قوي. عايز تعمليها في الخلاط بتعمليها عندك زي العجان كده، يعني على حسب الحاجه اللي عندك. انا مش هضربها في الخلاط، انا هعملها كده على ايديا، وكله هيبقى بالمضرب دوت. انا مش همد ايدي حتى فيها خالص، لانه هو اسرع بصراحه واحسن لما تضربيها بيه. انا مولعه الفرن، مجهزه الفرن مولعاه، بشوي بطاطا برضو. فقلت بقى بالمره طالما الفرن ولع نعمل كوكايه كده صغيره مع بعض. حطيت هنا 3 بيضات، وانا ما بزودش عن 3 بيضات. صينيه مش كبيره قوي، والبيضه كبيره يعني مش صغيره. اهم حاجه وانت بتعملي اللف يبقى في اتجاه واحد. معلش بقى المطبخ ضيق عندي شويه، ما عنديش مطبخ اصلا، لان الوقت المطبخ هم عاملينه 2 متر طول في متر وربع عرض، فبياخد 2 نفرين بالعافيه. وهنا معانا اللبن. انا بزود اللبن شويه عشان خاطر لما اعمله احط له الدقيق ياخد واخد براحه. عايز تعمليها برتقال، والبرتقال برضو تبقى جميله جدا. ما عندكيش لا دوت ولا دوت، بتجيبي كنزايه برتقال، فانت برتقال، اي نوع برتقال انت بتحبيه. وبيديكي نفس الطعم وبقى جميل كمان، يعني مش تحس انها هابطه ولا حاجه، لا بالعكس. وهنا ضفت كوبايتين دقيق والبيكنج باودر، وهنشوفها احنا عايزينها تبقى كويسه، مش ماسكه وش، ما تطلعش كده زي الفينو، لا احنا عايزينها تبقى لينه، يعني ما بين كده وما بين كده. انا عامله الكيكه دي مخصوص النهارده، وابني الصغير تعبان، ربنا يشيل عنه ويشفيه، فاصحابه جايين له، فقلت بعمل لهم شويه بطاطا كده في الفرن واعمل لهم الكيكه دي. زودنا شويه دقيق تاني، واهم حاجه بس عندك الفرن يبقى الفرن سخن. طول ما الفرن يبقى سخن بتديكي النتيجه احسن واطعم بكتير، سريعه، يعني بتديكي نتيجه سريعه. بس كده كويسه معايا. وانت كده كده ما تفتحيش عليها لما تحسي ان هي دخلت السوا على درجه حراره 180. لما تلاقي دخلت السوا بتغذيها بالسكينه كده حاجه بسيطه، وتشوفيها اذا كانت طلعت السكينه متعصه عجينه يبقى هي لسه ما استوتش. السكينه طلعت ناشفه يبقى هي كويسه، بقت كويسه. بسم الله. وما بتاخدش حاجه منك، يعني ما بتاخدش حتى 10 دقايق ولا 5 دقايق، بس في نفس الوقت بقى ايه، جايلك ضيف، انتي ما عندكيش حاجه حلوه مسكره في البيت. وهنشوف هنعمل اكل ايه مع بعض النهارده. نخلص الكيكه ونشوف نعمل اكل ايه مع بعض. معلقه سمنه، او يعني لو عندك زبده حطي مكعبين زبده، ما عندكيش زبده تحطي حته سمنه بلدي، ما تعمليش بالزيت. ودوت الستيكه اللي احنا جبناها مع بعض امبارح وقلنا نجربها، اللي قالوا لنا الكيس ب 85 جنيه، ادونا كام حبايه كده ب 30 جنيه. ومعايا هنا شويه دبابيس غسلنا ومنضفينها كويس اوي. كده بقى ايه، هنشوحها شويه في قلب الطاسه لحد ما تاخد معانا لون وتخش في السوا شويه. مش هنزودها اي حاجه،
لحد ما تخش معانا في السوا. هنحمرها ونشوحها ونرجع لكم تاني. ومعانا هنا شويه دبس رمان وصوص صوص صويا ومعلقتين كاتشب وشويه فلفل اسود وشويه ملح صغيرين وشويه سكر، وهنتبلهم كده مع بعضينه. ولو عندك عسل نحل حطي عسل نحل ابيض، حطي شويه، انا ما عنديش عسل نحل. وهنسيبها كده اهوت في التتبيله ديت برضه هتتشوح حاجه بسيطه كده، وبعد كده اهوت هنطفي عليها ونشوف هنقدمها ازاي. وهنا الكيكه طلعت معايا من الفرن اهو، وانا بص احط لها السكينه كده بتطلع طلعت ناشفه كده اهو، تعرف ان الكيكه استوت معاكي. وهنا احنا بنسلق القرنبيط هنعمله جنب الدبابيس دي، ولسه البطاطا بتشوي في الفرن. هنخلص ونشوف هنعمل ازاي. وكده يا جماعه الاكل بتاعنا خلص النهارده حرفيا، والله طلع عينيا في شويه الاكل دول. ده القرنبيط اللي احنا عملناه اهوت مع بعض، انا مالكوش بقى طعمه خرافه. ودي الدبابيس اللي احنا عملناها شوحناها الاول بحته السمنه، وبعد كده ضفنا عليها شويه الحاجات اللي انتوا شفتوهم في الفيديو ده. ولو عندك سمسم محمص منقياه ومحمصاه ممكن ترشيه بدل حبه البركه، ممكن ترش الاثنين مع بعضيهم لو عندك ده، وما عندكيش مثلا ده حاجه من الاثنين. لو عندك الاثنين بيبقى جميل جدا لما ترش حبه البركه مع السمسم المحمص. وقال لنا هنا بتنجان فلفل مقلي. ودي البطاطا اللي احنا عملناها هي اتبردت وغلفناها، ودي الكيكايه برضو بتاعتنا هي اتبردت وغلفناها. وبعد ما خلصنا اهوت انا كافئوني جابوا لي كسكسي تاني من عند بلبن، بس المره دي جايبينه بالقشطه، لسه جايبوني اهو، غير الكسكسي الاولاني اللي هم جابوه ما عجبنيش. الفرع دوت من عند فيصل، اللي جبناه المره اللي فاتت كان من وسط البلد. هنفتح برضو ونشوف فيه قشطه ولا مفيش قشطه. ويا رب الفيديو النهارده يعجبكم ان شاء الله، وتجربوا الحاجات الجميله اللي احنا عملناها ديت، وبالهنا والشفا على اللي هياكلوا. واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. هما هنا برضو جايبين مع جماعه معاه اللبن، انا ما بعترفش باللبن ده بصراحه، مش عارفه، وما احبش اسخنه، يعني لو لبن عادي طبيعي كده. مغلفين العلبه عشان جايه مواصلات، فمغلفينها جامد. هفتحها لكم طب ارجع لكم تاني. وهي دي حته القشطه الصغيره اللي هم حاطينها. ما بخليش بقى الكسكسي كده يا جماعه، انا بفضيه في طاسه تيفال وحته سمنه بلدي وبسخنه لحد ما بحس ان الكسكسي نفسه مدي على بني كده من كتر التشويحه بتاعته. وبعد كده اهوت بحط بقى مقدار السكر اللي انا عايزاه، يحط بلبن يا ما يحطش بلبن. وبالهنا والشفا علينا كلنا واللي هياكلوا. وكيكه بقى لاصحاب ابني والبطاطا، الحاجه قرفتها طالعه ما شاء الله زي العسل. وادينا في الاخر كافوني جابوا لي كسكسي. اتفضلوا معانا، واشوفكم في فيديو جديد تاني ان شاء الله. ونقول الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول لنا ولا قوه. مع السلامه، السلام عليكم.